السلام عليكم أيها الأصدقاء. قصة الفتاة هذه هي جميلة ومعبرة، لكن قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك وبالضغط على زر الإعجاب. الاكتئاب هو شيء صعب للغاية، فمعظم الناس حول العالم قد مروا به، ويحاول الناس يوميا التخلص من هذا المرض. هذه الفتاة هي إحدى المصابين بالاكتئاب، ولهذا قررت عدم تصفيف أو غسل شعرها مدة عام ونصف، وكانت تسير حياتها بشكل طبيعي وتذهب إلى العمل مثل أي فتاة أخرى، ولكنها قد عانت كثيرا في هذه الفترة. وبعد عام ونصف وهي على هذه الحال حدث معها أمر غريب، وأرادت أن تشاركنا قصتها عن طريق الفيسبوك، بحيث قالت إنها في آخر يوم قد وضعت القهوة على شعرها وتركتها 8 ساعات، وقامت بصبغ شعرها إلى اللون الأحمر. ومن المفروض أنه بعد عام ونصف بدون أن تغسل شعرها أن يكون مقرفا ولا يصلح لأي شيء، لكن في الحقيقة حدث العكس تماما، لأنه بعد غسلها للقهوة التي كانت على شعرها بعد ساعات قد تبين أن شعرها أصبح مثيرا وجميلا، بحيث أن الجميع قد تفاجأ كيف تغير شعرها، لأن لا أحد كان يعرف أنها لا تغسل شعرها. فأرادت الفتاة أن تنشر قصتها لتعم الفائدة بين الناس، لأنها أصبحت الآن فتاة مذهلة ومحبوبة لدى أغلب الناس. وليس هذا فقط، فقد قالت إن شعرها أصبح أقوى بكثير وأكثر أناقة. في الحقيقة هذه الفتاة تستحق أن تعيش حياة سعيدة لما مرت به في السنوات الماضية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم على خير.